سعد الله أوقاتكم بكل الحب والخير أهل اليوتيوب، يوتيوبيا، يوتيوب روبر، يوتيوب نونو. الفيديو ده أنا كنت جمعته وعملت له مونتاج، بس ما عملتش دوبلاج أو الفويس أوفر، لأنه طبعا في ديتيلز كتير قوي، مش يعني مش هينفع تظهر كصوت في الفيديو. فطبعا لازم اركب انا الصوت. هنا انا كنت لسه في الريسبشن بتاع اوتيل بورتو السخنة، الاوتيل نفسه. طبعا انا قلت لكم ان انا كنت نازله في الاوتيل نفسه مش في الابراج. وكنت منتظره الفالي يجي ياخد شنطتي يطلعها غرفتي. هم اخروني شويه في استلام الغرفه، لكن مفيش مشكله. كنت بتفق على التورته بتاعت عيد ميلادي، لان انا وصلت يوم عيد ميلادي كان يوم الجمعه 5 سبتمبر. وصلت يوم عيد ميلادي والكلام ده كله. عقبال ما خلصت الرحله بتاعتي وجمعت كل الحاجات فيها، دي بلكونه الغرفه. والجميل فيها انها كانت طبعا جايبه البحر. الكاميرا بتبعد الصوره جدا، لكن البحر اقرب من كده. طبعا انا بصوا، اصله هتسافروا مكان فيه بحر، لو ما نزلتوش على البحر على طول كسكن الموضوع بيبقى سخيف جدا. يعني انا كنت متضايقه جدا لما كنت في جزيره بالي، ان الاوشن في الدور اللي فوق، وانا مش هقدر كل شويه اطلع فوق. بس الحمد لله برضو لحقت ان انا اطلع فوق وقدرت، علشان نحضر شروق الشمس مع بعض. لو تفتكروا الموضوع كان قد ايه لطيف. انا مقصره في الفيديوهات، يعني يعني انا مش يعني انا صعب ان انا اقع فريسه الاكتئاب، ولكن ساعات المود والنفسيه بيبقوا مش احسن حاجه. فما بحبش اطلع، علشان ممكن لو انا مش تمام ومودي مش تمام، فيفضل بالنسبه لي ان انا اطلع لكم وانا يعني عشان ابقى كل طاقه ايجابيه وكده. المهم يعني، فوانا قاعده بدور كده لقيت الفيديو ده لسه ما عملتلوش مونتاج. بقيت مستاءه جدا، لان انا فيديوهاتي ممكن انسى انزلها على القناه، لكن ابدا مش لدرجه ان انا انسى اعمل لها المونتاج والحاجات دي والدوبلاج ما علينا. الحمد لله اني لقيته، لانه كان ضايع وسط فيديوهات كتير وما مسحتش المقاطع بتاعته الاصليه، فتلاقوا مليون مقطع على الموبايل. الدنيا متاهه. طبعا راحه نفسيه لما بكون على البحر وبطول شويه في المقاطع دي عشان انتوا كمان تشعروا بالراحه. طبعا انتوا عارفين بقى شويه الاحداث الاخيره، الحادثه بتاعت ابني، وانه راح عمل في المستشفى شويه فحوصات وحاجات كده، وهو يعني بياخد ادويه دلوقتي وبياخد مسكنات وبياخد شويه حاجات. فربنا يا رب يتم له على خير. مشغوله برضو شويه، كنت في بيع العربيه والحمد لله اتباعت. ودلوقتي انا بحاول ان انا يعني لسه هنزل اعمل التوكيل للناس، لان هم عايزين يشتروها بتوكيل. هم حرين، بس قلت لهم انا ما عنديش استعداد ان لما ربنا يكرمني كده واجيب عربيه جديده الاقي روحي بدفع ضريبه وتلت، لان هم بيحاسبوني على ان انا عندي عربيتين باسمي. المرور ما ملوش علاقه بقى. فبس، وقلت له كمان احترس تعمل بيها اي مشاكل، لان انت شاريها مني بتوكيل او واخدها مني بتوكيل، العربيه لسه باسمي. قال لي ما التوكيل مع حضرتك يا فندم ده يشيل عنك اي مسؤوليه. برضو انا ما بحبش المشاكل، يعني انا ما بحبش، دايما بحب اخد احتياطي. انا هنا عملت لكم زوم بالكاميرا علشان تبان الميه والبحر. انا والله حادثه ابني مأثره فيا لغايه دلوقتي، لان كل السيناريوهات السيئه جت في دماغي انه كان ممكن يجرى له حاجه. وبالفعل لولا ان العربيه اوبل وانها قويه كان ابني هيحصل له حاجات مش كويسه ابدا. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله اللي هو يعني انه حصل له الحاجات البسيطه دي. هنا بقى بفرجكم على الغرفه من جوه. دي شنطتي نفرتيتي، شنطه نفرتيتي. والغرفه لطيفه وجميله ونظيفه. دي غرفه بورتو يا ولاد، اللي هي الدور التاني. هم مش عاملين غير دورين بس في الاوتيل، انا كنت الدور التاني. تكييف، تلاجة. الغرفة سمارت لسه مجددينها، كل حاجة بالتاتش وكل حاجة. طبعا بقى الحاجات المعروفة الفندقية، الكاتل والويلكم ووتر
يعني ده الباث روم. عسل والله، انا عسل. بعمل لكم باي باي في المرايه. طبعا بقى فوط وبشاكير ومش عارف ايه والشاور والحاجات دي وهكذا يعني. اضاءة الحمام لطيفة. خلاص كفاية حمام بقى، ايوه كده كفاية. هنا في تلاجة ميني ميني ميني، يعني دي ميني 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 ميني. فعشان نحط فيها اي حاجة غير يا دوب ازازتين مية شوية عصير، انتهى الامر. مش عارف احط اي حاجة اصلا. بوريكم بقى ما وريتكم. بوريكم بقى ان انا لما بخرج بره اشيل الكارت اقفل الباب. انا كنت نازله ايه، رايحه الاوبن بوفيه ولا إيه؟ مش فاكره الحقيقه. أه بقفل الباب ورايا وبتاع، ولا كنت رايحه اوريكم البول. كنت رايحه اوريكم البول، ايوه رايحه اوريكم البول، بس ما كنتش هقدر امشي المسافه دي كلها، كان شمس رهيبه. فجيت هنا بس عشان اوريكم البول من هنا. طبعا برضو الكاميرا بتبينه بعيد لكن هو قريب جدا. ايوه عملت لكم زوم، بس ايدي بقى ما كانتش راكزه قوي، معلش انا اسفه للهزه الزياده اللي في الصوره دي او في الفيديو. المصيفين. دي الغرف، برضو باقي الغرف بتاعت الاوتيل. آه موضوع ظريف. هي مش غرف، التانية دي شاليهات، يفتحوا يبقوا على البول على طول، او يمكن غرف، الله اعلم، ما اعرفش، ما نزلتهاش. هنا في البول اللي تحت في الدور الاول، ما نزلتوش حتى والله، لان كنت لسه راجعه من بالي، ما بقاليش فتره طويله، وكنت مجهده جدا من سفريه بالي. فهنا كمان برضو لما رحت عشان عيد ميلادي وبتاع قضيت يومين بس، برضو كنت مجهده فيهم. ف زمان بقى يلا، كنت فيا صحه بقى اتنطط في كل حته. انا كده بقى بعمل لكم باي. كنت طلبت منهم غدا، ده اول يوم سفر، يوم عيد ميلادي. طلبت ده طاجن بشاميل، مكرونه بينا بشاميل. وهنا طلبت الرز، لقيتهم قصدي السمك، لقيتهم جابوا معاه رز يعني، فما ما كنتش هقدر اكل ده وده. المهم دقت من هنا حبه ومن هنا شويه، وده بيبسي دايت وبابا غنوج وسلطه، المهم يعني، او طحينه مش فاكره يعني. هاكل، يلا بصوا انا هاكل اهو، جعانه هفتانه. اعملوا لي لايك بقى، ايوه اعملوا لي لايك. طيب، واديتهم الاكل تقريبا شبه كامل يعني. انا بحب الرز على فكره اكتر من المكرونه كمان. ممكن اقعد اكل الرز حاف كده بالمعلقه وخلاص. صراحه الموضوع ممتع جدا يعني. انا النهارده طبخه مكرونه بولونيز آه بالجبنه الرومي، اللي هتبقى بحط على الشاي جبنه الرومي. ولكن انا ممكن اقوم اعمل لنفسي شويه رز دلوقتي على فكره. يعني هو انا كده دماغي كده، بحب الرز جدا. السمك بتاعهم كان مش طبيعي، حلو جدا جدا جدا، بس كان مالح شويه. هم اكلهم مالح شويه، فانا نبهتهم يعني، قلت لهم يا جماعه انتوا اكلكم حلو خطير بس مالح شويه. امال انتوا حاطين لي الملاحات ليه؟ عشان لو في حاجه. اهو بصوا. السمك كان تحفه بصراحه، حقيقه السمك كان تحفه، ما شاء الله. الكاميرا هنا مبوظه وشي خالص، عامله اسود تحت عيني واسود في دقني واسود في شنبي واسود يعني في كل حته. الحقيقه انا مش فاهمه ايه ده، دي مش الحقيقه خالص. اهو بصوا، لما باجي في حته بتفتح، واجي في حته بتغمق. ايه الموضوع ده؟ مش فاهماها الحقيقه. طيب، كلي 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 يا اختي، كلي كلي، صحه وعافيه، يسري ويمري يا رب، يسري ويمري يا رب. الله، الله اكبر عليا. ايه ده؟ قمر يا اخواتي. والله. شايفين الباروك العسل دي؟ 27,000 جنيه. انا افتريت، انا في المصاريف صرفت كتير يعني الصراحة، يعني مش كنا نحط مقدمة عربية ولا اي حاجة. عموما مش مشكلة، انا مش مستعجلة. انا قبل كده قعدت، بس كنت اصغر سنا صراحة، قعدت من غير عربية سنتين، وعلى طول بقى رحت جايبة بقى الجيتسو، كانت حاجة لطيفة جدا. بعدها جبت الاوبل دي، قعدت معايا شوف سنين قد ايه. يلا، جميل جميل. انا هقعد اكل كده كتير يعني، انا زهقت لي. كنت بقى بدي مساحة ان انا اقعد اتكلم معاكم يعني. اكيد الفيديو انا عملت قصدي، كان ده قصدي يعني.
اكيد ده كان قصدي يعني. اه كويس. المكرونه بشاميل حلوه جدا، قلت لكم كده انا امتلأت. تخيلوا المعلقتين دول اللي اكلتهم معاكم، انا مش مقطعه، ده المشهد كامل انا مش مقطعه. اه هنا بقى نزلت البوفيه بالليل. ما انا جمعت لكم بقى السفريه كلها مره واحده. اللي انا عملته في الاوتيل جبته لكم كله مره واحده. هنا كان تحت في الاوبن بوفيه بتاع العشاء تقريبا اهو. بصوا شكل الاسماك، قلت له هي الاسماك دي والله كنت فاكراها ديكور. قلت له دي بحق وحقيقي؟ قال لي ايوه يا فندم دي حقيقيه. قلت له انتوا صايدين وحوش؟ اتفضلوا بصوا. حاجه مرعبه، اكلوا ازاي ده بالذمه؟ وقعدوا العيال يتحايلوا عليا يقولوا لي تاكلي سمك وتاكلي لك. قلت لهم ما اقدرش، منظره كان بصراحه مقرف وخضني، فما اقدرش اكل السمك كده. انا اخري كده، انا بصوا انا فرفوره، انا اخري اكل سمك فيليه. سمكايه بصوا يوم ما يبقى وزنها 600 جرام او 700 جرام، تكون مثلا بوري سنجاري، بوري مشويه. لكن صراحه ربنا كده مش معقول. بلاد نمنم اهم قدامكم، زي ما يكونوا في فرح وقالوا يلا البوفيه. شايفين تلال الجمبري هناك في الطبق اللي هناك ده؟ هنا بصوا نسفوا السمك. ايوه السمك الصغير يتنسف، انما الكبير ده اكيد طبعا بيقطع لك منه جزل، لكن منظرها بس كفايه اني شفته اهو. ده سمك بوري مشوي اهو، بياخدوا بالسمكه اهو. وده الجمبري بقى اديله بقى، حاطين شقلة جمبري قد كده تخلص ويملوها تاني يعني. بس انا ما اكلتش خالص، قلت له هات لي بلح الشام ومش عارف ايه وبس خلاص. دي بقى السلطات تقريبا. دي السلطات والطحينه والطماطم المتبله، وانتوا عارفين الحاجات دي بتمشي كويس قوي مع الاسماك. هو ده يوم السي فود، هم مش كل يوم بيعملوا كده طبعا، ده يوم السي فود. بس اللذيذ انهم عشان اللي ما بيحبش السي فود او ملوش فيه قوي او عنده تحسس من السي فود عموما، عاملين اكل تاني برضه. دي الحلويات، صينيه كنافه، صينيه مش عارف بس مين عنده بطن اللي ده كله يعني. عاملين هم بقى برضو اكل تاني عشان اللي ما يقدرش ياكل سي فود او اسماك. شويه ملوخيه، شويه رز، شويه بسله، شويه لحوم خفيفه كده، صنف او صنفين. يعني اصناف فراخ برضو بسيطه كده يعني. الحلويات بقى شغالين حلويات، صينيه بسبوسه، صينيه كنافه، صينيه رواني، صينيه مش عارف هنا بقى الفاكهه. طبعا البطيخه دي ديكور يعني. فاكهه لا، وسلطه برضه اهي، بتنجان متبل ومش عارف ايه وايه وايه وذره بلاوي مبلوله. لا هم بيعملوا بوفيه محترم بصراحه، واكلهم حلو على فكره يعني، للعلم ان اكلهم حلو. طيب دي بقى ايه؟ مخبوزات ولا ايه؟ الحلو، بلح الشام، شويه جاتوهات سواريه، شويه كيك، شويه معرفش ايه ده. بس يعني عموما انا ما كنتش مركزه قوي لان انا ما كنتش قادره اكل. اديكم شايفين من شويه كنت قبلها ب3 ساعات جايبه اللي هو مكرونه بشاميل وسمك كده. انا بقى اكلت خلاص، ما قدرتش احط حاجه تاني في بطني. ده غير يومها طبعا طلعت التورته واحتفلت بعيد ميلادي معاكم. ما قدرتش اكل من التورته برضو، نزلتها للولاد تحت قلت لهم كلوها انتوا كامله. انتوا متصورين كامله؟ انا بس قطعت حته صغيره قدامكم واخدت منها قطمه وتمنيت امنيه وانتهى الموضوع. جيلو، ده ايه اللي هناك ده؟ بيتي فور، جاتو سواريه. الفواكه طبعا زي ما انتم شايفين، موز وتفاح ومش عارف ايه. لا عاملين حاجه محترمه. وده اللي هو اللي اسمه ايه؟ ام علي. ايوه يا ام علي، تعالي شوفي ابنك علي عامل ايه. دي المخبوزات اللي هو بقى العيشات كلها، كل انواع العيش زي ما انتم شايفين. لا مهتمين يعني، بوفيه محترم. اللي بيني وبينكم يعني الاوتيل واخد 4 ستارز. دي رجلي دي اهي، الكوتشي الاسود ده والبتاع المقلم دي رجلي اهو. زي ما قلت لكم بقى حاطين اكل تاني غير السي فود. هم 4 ستارز طبعا الاوتيل مش 5، لانه ما بينزلش كحول. معروفه ان الاوتيل اللي ما بينزلش كحول او ما فيهوش بول، المكان ده المفروض ياخد 5 ستارز، لان فيه كذا بول.
ده ايه ده؟ اكلير؟ اكلير ده انا افتكرته بيتي فور من بعيد، ده اكلير. اوكي. طيب. أم، فالمهم انا بحب الاكلير قوي، زي ما شفتوش ما خدش بالي منه، كنت اكل منه ممكن، وكنت اخد بزياده عشان تاني يوم الصبح افطر منه. تخيلوا واحد لابس لي شبشب بصباع زنوبه نازل بيه والله العالم دي ما بتتكسفش، ما بتتكسفش. ده كنا بالليل ولا الشباشب دي؟ ايه الشباشب؟ ايه كميه الشباشب دي والكروكسات المقلده ده ايه ده؟ ايه كميه الشباشب دي؟ انا ما اعرفش اوتيل ازاي والناس تتكسفش كده. لا مصر اتشعبنت ما فيهاش كلام. انا بقى في اوتيل انزل لهم بالشباشب؟ ايه المصيبه دي؟ لبست الكوتشي بتاعي ونزلت ست محترمه. طيب او مش كوتشي كمان، ده سنيكر دي، يعني سنيكر، مش كوتشي كمان، سنيكر كده خفيف البسه وانزل. ليه ما نعملش الاصول والشياكه ونبقى محترمين في الاماكن اللي داخلين فيها؟ بس للاسف شايفين الفلوس بقت مع مين ونازلين. لو تشوفوا منظرهم هم بياكلوا، اقسم بالله بقوا يلموا ويسيبوا الترابيزات عليها اكل قد كده. ليه كده؟ حرام عليكم، حرام. امتى هنبقى راقيين؟ البلد عماله بتتقدم واحنا زي ما احنا، طول ما احنا قاعدين نفكر في حجاب المراه وان صوتها عوره وندخل برجلنا اليمين لا مش بالشمال، وايدنا الشمال ناكل بيها، ده حرام. ومحرمات مش موجوده ابدا في القران. المحرمات على فكره القران اتكلم في 3% في المحرمات، باقي القران عباره عن تنظيم علاقه العبد بربه والعباد ببعض. ما قالوش علاقه خالص بالحاجات التافهه اللي انتوا ماسكين فيها وقاعدين بتاخدوها من ناس. ثبت التاريخ وثبتوا بالعلم الايكولوجي ان الناس دي ما كتبتش كتب بايدها عشان يقول لك صحيح فلان وصحيح علان. ما كتبوش كتب بايدهم، ما كتبوهاش. الكتب دي ما لهمش مخطوطات بايدهم، ما لهمش مخطوطات ليها اصل تاريخي، ما فيش. فالامر الى الله، لله الامر من قبل ومن بعد. هنا كنت بتكلم بقى مع الويتر علشان يبتدي يعمل لي الحلويات، وكان مستعجب جدا، مش عايز اكل. حضرتك طب اعمل لك اي حاجه، اسماك، اي حاجه، جمبريتين، طب سلطه، اي حاجه. قلت له لا، هات لي بس انت بلح الشام. واهو كنت ماشي وهو ماشي معايا. بصراحه اصل انا كنت براضي الولاد دول، فعشان كده كانوا بيخدموني كويس، كتر خيرهم يعني، شباب محترم. بس يا اخواتي انا عمال اصور لكم في رجلي ولا ايه؟ ايه ده؟ ما كنتش ماسكه العصايه، خدوا بالكم، كانت صحتي يومها حلوه سبحان الله، وماشي عادي خالص، ما عنديش مشاكل. صحيح مشيتي بتبقى فيها شويه تقل، باين ان الست دي يعني تعبانه شويه، لكن كنت ماشيه كويس، فارده ظهري، ما فيش اي حاجه خالص، وخطوتي سريعه زي ما انتم شايفين. لله الامر من قبل ومن بعد. لكن بعد ما حصل اللي حصل لابني وللعربيه والحادثه اللي اتعملت وبيع العربيه برضو مأثر فيها. خدوا بالكم يا اولاد، العربيه انا خسرت فيها كتير. عربيه النهارده ثمنها مستعمل في السوق من 500 ل 600 الف، ابيعها ب 100 الف؟ والله العظيم حرام. المهم يعني انهم بعتوا لي عربون 50 الف، قالوا لي بس خلص لنا البتاع. المشكله ان الرخصه معاهم ونسيت اخدها منهم علشان اروح اعمل التوكيل. انا بحكي لكم في الفيديو ده عشان هتشوفوه دلوقتي، يعني ما انزله وتعرفوا ظروفي بس ايه لتاخيري عليكم. نفسيا مش المود مش حلو، مش احسن حاجه، فربنا يهون ان شاء الله. وما تقلقوش عليا، انا كويسه جدا على فكره. ولكن طبيعي ان اي شخص بيبقى في حاجه ما تستدعيش الفرح والمرح. يعني انا ست طبيعيه مش ست مجنونه، يعني انا ست طبيعيه. موضوع مش لطيف حصل، فطبيعي انه بيبقى المود مش قوي. لكن انا مش فريسه ابدا. دخلت غرفتي طبعا، النور ما بيفتحش الا لما بحط الكارت في مكانه. فلا تأخذوني يا اولاد ان انا مثلا بتاخر عليكم او كده. الفتره دي انا بمر بشويه حاجات كده مش الطف حاجه، والتزامات وحاجات وبتاعت طلعت لي من تحت تقطيع الارض، وكل حد عندنا فيه اللي فيه. فمش عارفه اكون رايقه للشغل ده صراحه. انا مصوره رجلي ليه؟ يمكن اكون معتقده ان انا طفيت الكاميرا، ما انا مش فاكره، مش فاهمه. يعني اصل الموضوع بقاله اكتر من شهر وشويه، لانه كان يوم 5 سبتمبر التصوير ده. فانا مش فاكره. يبقى انا نسيت الكاميرا مفتوحه على فكره. والدليل ان انا اهو بصه
تقريبا في حاجة غيمت على الكاميرا، معرفش ايه هي. عموما هترجع حالا، ما تقلقوش. ايوه اهو. ده بقى تاني يوم الصبح، صورت لكم الشروق. رائع الشروق هناك، الدنيا هادية هس، والبحر كان رائع وهادي. قرص الشمس اللي هو السان رايز، اللون الجميل ده، اللي جبته موبايل الجديد نفس اللون السان رايز. شايفين؟ بصوا المنظر وجماله. البرتقالي الداكن او البرتقالي المقفول ده، مش الفائع. بصوا الشمس عاملة في السماء ايه. موقف موقف قال لا يعني، وضع زي كده وتوقيت زي كده كنتش اقدر ابدا افوته من غير ما اصور لكم. بصوا منظر الجبال مع الشروق مع الميه، مع طبيعه رائعه في السخنه. انا بحب السخنه، بحبها جدا. واهم حاجه مخلياني احبها انها قريبه جدا، وممكن يعني ما فيش عربيه، اوبر يوديني اوبر يرجعني. واعمل كده برضو في الفيوم، لان انا نفسي اطلع الفيوم بس مش عارفه، ما حبكتش. ممكن على السنه الجديده اكون جبت عربيه، الله اعلم، الله اعلم. ما حدش عارف الخير فين. بس النهارده اقل عربيه عشان اعرف اجيبها كويسه وتكون محترمه. عشان اركب عربيه كويس ما تقعدش تقرفني كل شويه. محتاجه مش اقل من 1.5 مليون على فكره. وبعدين انا مش بفكر في موضوع التقسيط ده، هيكون صعب قوي. يعني تقسيط 1.5 مليون ده هيكون كتير قوي. فربنا المستعان. انا عارفه ان انا ربنا دايما بيكرمني، وان شاء الله هعوض الخساره والدنيا تبقى بيس يعني ان شاء الله. خلينا في المنظر الجميل ده، ما شاء الله. الشمس في الشروق. بصوا المنظر. لا بجد بجد سبحان الله. فيش قدامنا غير ان احنا نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا صباح الفل. ده احلى صباح ده ولا ايه؟ كل القعدة اللي تحت دي بقى تبع الاوتيل. يعني كل الشمسيات والترابيزات والتشيرز، الكراسي والتيبلز وكله ده تبع الاوتيل، والشجر والنخيل والحاجات اللطيفة دي. دخلت الاوتيل تاني جوه اللي هو ده كان بقى تالت يوم الصبح. ايوه، الاوبن بوفيه بتاع الفطار. هنا انا اخترت، لو تفتكروا فتحت معاكم لايف من بره، اتقرفت جدا من الذباب، بس اخترت ان انا اقعد اوبن اريا لان كنت اتخنقت بقى خلاص. نفسي اقعد بره كده الاوبن اريا وافرجكم وانا قاعده بفطر وفاتحه معاكم لايف، ان الخلفيه في ظهري تبقى البحر. فده اللي اتفقت مع الويتر، طلبت اللي انا عاوزاه وقلت له انا هخرج بره هفطر بره. قال لي تحت امرك يا فندم، وخرجت وقعدت وفطرت معاكم لو تفتكروا. بس كنت قرفانه كل شويه هش الدبان، يعني مش معقول، ما كنتش عارفه اكل. يلا هنا بقى الفطار، اوبن في الفطار بوريهولكم. هو ما وريتكم الكرواسون. ده ايه ده؟ يعني حاجه نوع من انواع الصوصات او السلطات. طبعا التوست، المربات دي صح مش كده؟ مش عارفه اي حاجه الحقيقه. انا بصور ايه هنا؟ بصور الارض. الاطباق تحت، بوريكم يعني الاطباق تحت. ايه المبهر في ان الاطباق تحت يعني؟ ما انا مش عارف ايه المبهر في كده. ده ما بحبوش اللي هو بقى، بص، وافل مع مش عارف اسمه ايه ده، ما بحبوش. ده اسمه ايه؟ فكروني بنات الكريبات دي، ولا اسمها ايه كريب؟ ما بحبش انا الكلام ده كله، كل العك ده ماليش فيه. ابني يحب الكلام ده. فحط لكم صوصات بقى الايه، المربى والشوكولات هي دي اللي انا بقول معرفش دي ايه. هنا بقى طبعا المخبوزات، دانش، كل ده انواع من انواع الدانش. كتير قوي. ايه ده يعني؟ وانا ما باكلش الدانش بقى يعني. احب افاجئكم ان انا ما باكلش كل ده. عيش بقى، العيش البني والعيش الابيض العادي الكايزر، وعيش مش عارف ايه عاملينه على شكل كحكه وشكل ورقه شجر وشكل، انا عارفه بقى بيجيبوا لنا الاسامي دي منين. يعني انا مش عارفه الحقيقه. اشكال من كل انواع العيش. دي بقى ايه، حاجات زي الحلويات الصغننه الدانش برضو، ومش عارفه بتاع ايه كميه الحلويات اللي هم حاطينها دي.
ومين اللي هياكل الكلام ده على الصبح بجد يعني؟ انا طبعا ما اخدتش من كل ده. ما انتوا عارفين ان انا اكلت ايه بره. ده انا قلت له هات لي نص رغيف بلدي. يعني بعد كل المخبوزات والحركات، اخدت طماطمتين، شويه خس كابوتشي، في ناس بتقول لك كابوتشا. شويه خس كابوتشي، واخدت كام خيارية برضو سلايزز كده. دي المخللات. الجبن بقى كلها بانواعها. انا اخدت بس تقريبا قطعتين شيدر. آه، دي ايه؟ دي سلطه فواكه، فروت سلطه. وده سلطه زبادي اعتقد. بلح الرطب ده اللي بيسموه ايه، رملي، البلح الرملي اللي هو الاسود. جميع انواع الصوصات يتخيلون الخلاش. بحب قوي صوص البنجر اللي هو اهو، اللي لونه وردي ده صوص البنجر. ودي طبعا جبنه قديمه بالطحينه ومش عارف ايه وبتاع. دي عربيه الفول بقى، انا عندي منها طبعا، انتوا عارفين المجسم الصغير بتاع رمضان، عندي منها عربيه الفول مع الراجل بتاعها اللي بيعمل كده. حاطين هنا بقى كل ايه، شويه الكمون، الشطه، الملح، الفلفل، عشان تحطوا على الفول انتوا اللي تحبشوه. حاطين معاه البتنجان، عاملين بتشنجان في جنب الفول، علشان ايه؟ مخلل. انا بقى اخدت بتنجان مخلل. اه لكن كل اللي على البوفيه ده انا ما اخدش منه حاجه خالص خالص. اهو الفول. اه بحبه انا ايه، مهروس مش مهروس، بحبه مضروب كده يعني مش باين. وبيض مسلوق طبعا ما اقدرش اكل بيض وفول ومش عارف. اكلت جبن كفايه مع الفول وطعميتين. اخدت شويه نقانق من دي، اللي هو السوسيس ده بيعمله بخلطته حلوه قوي. في منه اهو دجاج، الفراخ اللي هو الدجاج، وفي منه الايه مش عارف ده بطاطس زي هاش براون كده، بس مش هي طبعا. طماطم محشيه مش عارف ايه، ومحطوط عليها جبنه، ما اخدتش منها برضو. مش ناقصه وجع دماغ يعني. ما باكلش انا كتير عشان اقعد ارص اكل حرام انه يترمي. ده تقريبا مش عارفه ايه، بيض سكرامبل ولا لا. ما اعرفش. كسكسي ومش عارف ايه وبلا. يعني خزعبلات، شويه خزعبلات كده. وعندهم زبادي بجميع انواعه طبعا. دي البليله، دي بليله. مش عارفه دي ايه كمان. اه وفي عندكم بقى هنا تقريبا كورن فليكس، كل انواع كورن فليكس والمقرمشات اللي بتتحط مع اللبن. وده تقريبا المكان اللي فيه اللبن. اهو كل الحبوب دي بتاعت تقريبا اللي بالشوكولات واللي مش عارف ايه بالفروتس كل ده كورن فليكس وانا ماليش فيه. فشوفوا بقى كل البوفيه ده اخدت منه شويه فول. وما كملتوش طبعا. وطعميه ما كملتهاش طبعا. وخضروات تقريبا كملتها مش فاكره. ونص رغيف عيش. اخدت اهي الطعميه، اهي طعميه بالسمسم. واخدت كمان ايه يا ربي، من سلطه البنجر، انا بحب صوص البنجر ده، اخدت منه. اهي بقى المربات كلها اهي، كله لا ما شاء الله يعني عاملين بوفيه. وطبعا العصاير اهي موجوده، تاخدوا زي ما انتوا عاوزين. ده كان اكلي بقى. بصوا السلطات مش اكتر، وزيتون وبتاع. ويا ريتني خلصت الطبق ده، ما خلصتوش طبعا. بس شكله جميل، يكفي انه يفتح نفسي قدامي كده. اخد معلقه من هنا ومعلقه من هنا واديني فطرت. طيب شرحتين برتقال، بيض سكرامبل، قلت له اعمل لي بيضه واحده بس، والبتنجان. اخدت هنا الفرنش، اسمه ايه ده، اللي هو الكيك، الفرنش كيك ده. واخدت اللي بصوا، يعني زي ما قلت لكم بيضايه واحده، قلت له سكرامبل وبتاع. خلصت. دخلت لكم بقى على ايه، تقريبا دي رحله اليخت. وانا ماشيه بالعربيه اللي اخدوني من عند مكتبهم لغايه اليخت جوه، لان كان مشوار كبير قوي، الناس بتمشي على رجلهم، انا قلت لهم لا مش همشي. دي رحله اليخت بقى، لضمتها لكم مع الفيديو عشان يبقى كله الفيديو كامل متكامل. حلو ده مش وحش. منظر اليخوت والميه مش طبيعي. تحفه يا ولاد، تحفه. استمتعت جدا يومها بجد. دي ناس راجعه من رحله الصبح، لان انا رحت رحله بعد الظهر من 4 ل 8. دول الناس اللي راجعين من رحله من 12 ل 4. هم دول.
فاجمل حاجه فعلا ان الناس كانت بتنط وتنزل الميه، بس انا للاسف خفت انزل الميه ما اعرفش يبقى في مشكله ان انا اعرف اطلع السلم اللي بيطلعني تاني لليخت، فكانت هتبقى مأساة. كنت هرجع بقى الشط ايه، عوم ولا ايه مش عارف. فطبعا ما كانش هينفع. بص المنظر، بص، قمر المنظر، قمر. فاكرين يا بنات فتحت معاكم لايف استمتعنا جدا، وفاكرين القبطان كان اسمه مصطفى، طيب قوي طيوب. هو بيسوق مركب، خدوا بالكم، مش قبطان ولا حاجة بس جبرنا بخاطره، صح يا بنات؟ لازم نجبر بخاطره طبعا. انا بجبر خواطر، مش بكسرها، مش بطحنها يعني. يا لهوي على القمر. ايه القمر ده؟ ساعات والله وشي ده بيبقى قمر. اه والله. انا بعشق البحر علشان يا حبيبي حنون، وعشان زيك مجنون، ومسافر ومهاجر، وعشان زيك فرحان، وساعات دايما غضبان. طبعا انا اي كلمه، اي كلام في اي حته انا مش فاكره الكلمات يعني. اه. ايه رايكم؟ شايفين المنظر؟ والله كانه بقى ايه، حاجه في فيلم، كأن مشهد من فيلم. تحفه المنظر ده. انا بعشق البحر. تخيلوا فرقت في نفسيتي كتير قوي يا بنات الرحله البحريه دي، لدرجه ان انا لو كنت هقعد اكتر من كده كنت هكررها مرتين وثلاثه واربعه. بصراحه حلوه. والشعر الغجري المنجوم، المنكوش، عاوز اقول المنكوش، عاوز اقول المجنون فقلت المنجون الشعر الغجري المنجون اوعى تمسكوها عليا، انا بقول لكم اهو، اوعوا ده انا كنت لسه، ده انا اونر، ده انا اوديكم في داهيه الشعر الغجري المنجون منجون خالص على الاخر. الله، شايفين المشهد؟ شايفين المنظر؟ شايفين؟ يعني انا خفت اطول في المشهد ده لانه حلو قوي، لا تزهقوا. بس انا كنت سعيد، مبسوط. شفتوا بقى الاضاءة القوية مخلية وشي كويس، انما ما اعرفش الكاميرا في شوية اضاءات كده بتخلي وشي شاحب ومنيل ووحش وحالته كرب. ليه بقى؟ ممكن حد يقول لي ليه؟ انا مش عارفة ليه الحقيقة. انا لا اعرف ولا ليه. المهم ما علينا. ام هند، الاضاءة بقى على حسب مزاجها. يلا، انا ما تنسوش اللايكات، وانا مبسوطة معاكم شوية دول، واقول لكم ايه، this is contest وهاف a great one. واشوفكم على خير في فيديو اخر، لايف اخر، بريمير اخر. واقول لكم ايه، التوتالوغ. اتبسطت معاكم ويا ريت تتبسطوا. اهو بصوا بعمل لكم باي باي وبوسه، وما تنسوش اللايكات وكل حاجه. يا ريت تكونوا اتبسطتوا معايا في الفيديو ده، لانه فعلا فيديو ممتع الحقيقه. ده كنا خلاص بقى كده دخلنا على المغرب، وبوريكم منظر المغرب اهو. شايفين القمر اهو هناك فوق اهو. يلا، باي باي، فوتكم بعافيه. التوتالوغ.